السلام عليكم. مواصلة لرسالتي السابقة. ده البطاقة بتاعتي بتاعت العضوية في الهيئة السعودية، هذه الهيئة السعودية للمهندسين SCE. دي مصنف هنا تصنيف مهندس. حتى كلمة مهندس الجوازات السعودية رفضتها. مهندس شنو؟ مهندس مدني، إلكتريكال، ميكانيكال، كيميكال، مهندس أبواب كثيرة. قاموا رجعوا لي الهيئة تاني، كتبت لهم مهندس مساحة عام. دي الموجودة الآن في الإغامة بتاعتي. أنا ممكن أصور لكم الإغامة أنتوا تشوفوها. يا جماعة، قصة قلة الأدب بتاعت الأولاد دي ناس محمد الباشا، معلش ما تزعل مني، لكن أنتوا قليلين أدب. يعني أنت جاري جنزير لك سنتين. أول حاجة لعلمكم، المساحة خلت الجنزير زمان من 1960 something. من جات EDM الالكترونيك ديستانس ميجرمنت من ايام التلوروميتر والديودوميتر، وجات بعدين جات الان التوتال ستيشن، والتوتال ستيشن ذاته بغير انواع كثير. كلام الناس بيلوم عن جهل. بعدين بالمناسبه السوداني ده لو دخل له ادفع تعليم يطلع هنا في راسك، وبيتكلموا السودانيين عن نفسه انه ناس شعب كويس. ولا ابدا، انتم ما كويسين. غله غله المؤدبه. حتى زي الولد اللي اسمه الباشا ده زعلان لاننا انا شتمته شتيمه كعب. وانا ما انا حقيقه ما اعتذرت له ولا اعتذر له، لانه هو ما اعتذر. بعدين انا حاولت اوريه الحاجات. توقيع محمود محمد سفر، وكيل وزاره التعليم العالي السعودي. لعلمكم السعوديه دي لو ادتك اغامه طبيب معناه انت طبيب، لو ادتك إغامة مهندس معناه أنت مهندس. السعوديين ده لو ما حصصوا يا أخي، ده ماسكين شهاداتي عندهم 3 سنة و4 شهور. بعد كده ما طلعوني مهندس بكالوريوس، لا، امبلوي. يعني يا سلمان أنت وظيفيا أنت مهندس، لكن لو عايز بروسيد فورورds تمشي تحضر ماجستير، وبعد الماجستير تحضر دكتوراه، لازم ترجع للجامعة بتاعتك اللي قريت فيها تقرا لك سنه. المشكله لو رجعت معهد المساحه العالي الان ما موجود، فرتكوه. يا اخي محي الدين صابر الله يفرتك قبرك ان شاء الله عليك ان شاء الله. يا اخي دي الناس كلاب. عاد قاعدين زعلانين من كذا كذا براهم. الناس دي يا جماعه من اول حكومه لاخر حكومه كل السودانيين دي الكعبين. هسه الناس اللي بيطالبوا باعدام البشير، ليه ما اعدمتوا عبود؟ عبود ما قتل ناس كبيده وقتل ده وقتل ده وقتل حلف الله يقتله. يفوت عبود بكل الجرائم اللي عملها. نميري خلى شنو؟ نميري قتل ده وقتل ده، ودخل عليه السيد الهادي رجل في عمر ابوه قتله، ومعاهم بتاع الاخوان المسلمين ده قتلوا، وجابه هنا قتل ده وقتل محمود محمد طه، وجا سكران اعدم الشيوعيين. والله العظيم ضابط قال لي نميري ده لما جانا في الشجره لقى القوانين بتاعت الحكم في زي 3 عساكر حكم عليهم بالاعدام، البقيه سجن. مسك شرطه وقال اعدام للجميع. جون قرن ده عنده اخوه محامي اسمه جوزيف قرن، اعدام ليه؟ انا انت مجنون؟ مجنون اعدمه. ما تكلموا تفتشوا لحاجات. يا جماعه السودان ده ما تخلف ساكن، والتاخر ده والتخلف ده والمصايب اللي احنا فيها دي مسببه. اينما تكونوا يولى عليكم. بقيتوا شعب زي السودان ده نديكم عبود، ننزل تحت نديك، ننزل تحت ما بنطلع لفوق، ننزل لا تحت نديكم النميري، ننزل تحت نديكم البشير، ننزل. والله ما تتصلحوا وما تسيبوا الطرق الصوفيه والوساخات والمديح والشرك ده. والله
الجايكم ذاك تاني شكله تاني، وحسي البرهان لسه داير. البرهان حسي هو بس خايف من الدعم السريع. قال يا جماعه ضموا الدعم السريع ده عليه. طبعا لو دم عليه ثاني يوم كله بالباب الثاني حيطلعهم برا، ويفضل هو والجيش يسووا فيكم ساعة ما ضاعت. والله العظيم، والله العظيم لا، والله يا مدير الاخوان المسلمين شنو كده، يا نفسي ان لا تظن ان كده كده الجنه، جنه شنو البرتقال؟ والله النار النار غايته، والله النار حتزعل لانه جايين ناس وسخانين شديد. المهم دي يا الباشا، دي العضويه اللي هي 40/2/92، دي العضويه بتاعتي في الهيئه السعوديه للمهندسين، ودي كانت من التعليم العالي، ودي من معهد المزاح. قلت لك انا بعد 6 سنة مشيت السعوديه 1974، في 1980 قالوا لي انت المعهد التابع ان احنا ما لاقيين له تابع ده جامعه الخرطوم. رسلوا، ما هم دخلوا في ورطه، رسلوا مصلحه التعليم العالي، قالوا له دي جايين واحد من عندكم سوداني من معهد المساحه العالي. قالوا له ما ايوه ده تبع جامعه الخرطوم. رسلوا لجامعه الخرطوم، جامعه الخرطوم ورتهم انه الناس جنة. لانه محمد عثمان ادم في الفتره ديك الماضي على الشهاده بتاعتي كان رئيس قسم هندسه المساحه في جامعه الخرطوم. طوال يحصونا، بس انا اشتغلت 4 شهور ولا 5 شهور مع في الماموريه 14 في واو، كانت عسل، واو كانت جميله، وكان تخص جميل وبلد جميله. وجينا طوال على السعوديه ثاني ما رجعنا. ومبروك عليكم يا الباشا السودان. قول لي جد اذكر